جميل جدا. دلوقتي بما إنك ركبت نظارتك النووية في حلقة إيران، فجه وقت الحلقة التانية واللي هنروح فيها شرقا أكتر ونقارن بين إيران اللي بتخصب بالقطارة وكوريا الشمالية اللي فجرت وخلصت. عنوان الحلقة: قنبلة الشرق وقنبلة الشرق أكتر، لما إيران تبني وكوريا تفجر. يلا بينا نبدأ الحلقة التانية. فكاهة، في فيزياء، في سياسة، في مرمطة دولية، الاتنين عايزين قنبلة ولا في اختلاف؟ بص يا سيدي، على الورق إيران بتقول عايزين طاقة نووية، طاقة نظيفة سلمية فيها باراشوتات وفلوس ونفط وتكنولوجيا. كوريا الشمالية بتقول إحنا هنفجر وهنفجر وهنفجر تاني عشان محدش يقرب مننا. يعني من الآخر، إيران دبلوماسية طويلة النفس، كوريا هجوم مباشر ب1000 تسديدة نووية فاضية. الاتنين بيشتغلوا على البرنامج النووي من السنين، بس الفرق في الأسلوب والشفافية والنية. التاريخ: البداية كانت إمتى؟ كوريا الشمالية بدأت تطور برنامجها من الثمانينات، وأول اختبار نووي كان في 2006، ومن ساعتها وهي بتفجر كل شوية. عندهم دلوقتي حوالي 6 تجارب نووية معروفة، وفي صور أقمار صناعية بتقول الناس دي شغالة على مدار الساعة. إيران بدأت من الخمسينات زي ما قلنا، بس ما عملتش ولا تجربة نووية واحدة. كل اللي عملته تخصيب وتخصيب وتخصيب وتقرير للوكالة وعقوبات وتخصيب تاني. يعني كوريا الشمالية خدت الطريق القصير وإيران خدت الطريق الطويل، بس دايماً ماشي في الزحمة. وضعهم دلوقتي إيه؟ كوريا الشمالية عندها قنابل فعلية، وعندها صواريخ باليستية توصل أمريكا، ومعترف إنها دولة نووية رغم إن محدش عايز يعترف بيها رسمياً. لكن اقتصادها شبه بطاطساية في فرن مقطوع النور. إيران ما عندهاش قنابل، عندها مواد ممكن تتحول لقنبلة بسرعة، عندها صواريخ قوية بس مش مؤكد توصل لفين، واقتصادها متأزم بس لسه في نفط وناس بتشتري. يعني كوريا ما عندهاش فلوس بس عندها قنابل، وإيران عندها شوية فلوس وبتلعب لعبة قنبلة ولا لأ. اللعبة مع العالم، مين أشطر في المراوغة؟ كوريا الشمالية بتقول للعالم بكل وضوح: أنا نووية، عجبك ولا مش عجبك؟ عندي زعيم مش بيهزر، وهنفجر لو قربته. يعني بتتعامل مع أمريكا كأنهم في ماتش مصارعة حرة، كله ضرب في ضرب. إيران بتحاول تمشي على خيط رفيع بين الدبلوماسية والضغط السياسي، بتوقع اتفاقات وبعدين تمشي وبعدين تقول نرجع بشرط، وكل ده وهي بتخصب أكتر من الأول. يعني كوريا اشتغلت وخبت وفجرت وخوفت، إيران بتشتغل قدام الكاميرا بس بمونتاج كتير. مين بتراقبه الوكالة الدولية أكتر؟ إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتش عندهم تقريباً كل يومين، وبتطلب كاميرات وسجلات وحتى طبخ المفاعل لو سمحت. كوريا الشمالية طردت المفتشين من 2009 وقفلت الباب وقالت كيم يشوف لوحده. يعني إيران عايشة تحت كاميرا بيج براذر، وكوريا عايشة في كهف ومعاها الريموت كنترول. الخطاب السياسي، صوت مين أعلى؟ كوريا الشمالية كل تصريح طالع منهم فيه تهديد ووعيد ونار وغضب. يعني مرة قالوا إنهم هيحولوا سيول لبحر من اللهب. دي ناس ماشية بمبدأ خوف عدوك قبل ما تشتري عيش. إيران بتتكلم بلغة ثورية بس سياسية، تصريحاتهم دايما فيها نرفض الهيمنة، سنرد بقوة، لا نريد سلاحا نوويا لكن مش هنقعد ساكتين. يعني كوريا مسدس على الترابيزة، إيران تصريح دبلوماسي بس في سكينة بلاستيك تحت الترابيزة. لو حصلت حرب نووية مين الأخطر؟ كوريا الشمالية لو فجرت عندها القدرة توصل اليابان، كوريا الجنوبية وأجزاء من أمريكا، لكنها لو عملت كده غالباً هيترد عليها بشكل نهائي. إيران ما عندهاش القنبلة، لكن لو حصلت ضربة عندها ممكن ترد عبر أذرعها في لبنان، اليمن، العراق وسوريا، وده يخلي الرد الإيراني غير مباشر بس منتشر في كل مكان. يعني كوريا خطر مباشر،
إيران خطر شبكي متوزع على الخريطة. الخلاصة، النقطة: إيران، كوريا الشمالية، امتلاك القنبلة مش رسمياً مؤكد. نسبة التخصيب لحد 60%، تخصيب زائد تصنيع كامل. موقف الوكالة الدولية: مفتوحة للرقابة نص نص، مغلقة تماماً. التعامل الدولي: دبلوماسية وتهديد ناعم، تهديد صارخ ومباشر. السيناريو الأخطر: امتلاك القنبلة فعلياً، استخدامها فعلياً. الاتنين بيلعبوا لعبة خطيرة، بس كوريا الشمالية فتحت كل الكروت، وإيران لسه بتوزع الورق وبتخبي الإيس في الكم. تفتكر مين فيهم أشطر؟ اللي فجر وخوف العالم وسابهم يراجعوا مواقفهم، ولا اللي شغال تخصيب تحت السلم وبيلعب سياسة على نار هادية؟ الموضوع مش في القنبلة نفسها، الموضوع فيه انت بتخوف بيها مين وعايز توصل لإيه. لو عجبتك المقارنة دوس لايك وادينا سبسكرايب، وقول لنا في الكومنتات لو كنت حاكم دولة شرقية هتفجر زي كيم، ولا تخصب زي خامنائي، ولا تفتح فول وطعمية نووي وتروقها.